يوسف عليه السلام، واسمحوا لي أن أهديها إلى رمز أيضا من رموز تاريخنا السياسي والحزبي، الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. في عيد ميلاده الذي كان بالأمس. وفي نهاية هذه القصيدة قد تعرفون سبب الإهداء. القصيدة بعنوان ماذا لو. تركوه في باب الشرود مفردا، يخبئ سماء في قميصه، ويشد عينيه بخيط الماء. يكفي أن يعري دمه لتجهش الرياح في صدره، يكفي أن يمشي قليلا ليهوي الفراغ المشقوق في رأسه، يكفي أن يسأل الليل عن موعد القمر لتشهق حبات الرمل في ساعته، وينهمر الوقت بالبكاء. ماذا لو شن الرياح من حوله وكتب على الجدران بأصابع الرماد سيرة النار؟ ماذا لو خرج من صمته وسار إلى الرعد معطرا بالبروق، ولم يصفح ولم يبكي ولم يشبك كلامه بأصابع الصمت، ولم يترك نداه على خاصرة التراب غريبا؟ ماذا لو فتح عينيه إلى آخر عريهما وتذكر السماء التي في قميصه، والضوء الذي في قامته، والندى الذي في دمه، ولم يكتفي بالصبر، ولم يعلق أحلامه على كتف الليل، ولم ينف رياحه إلى عتمة الظل، ولم يهبط إلى الجب مفردا. شكرا.